مجمع شارية الغضب والهيجان، الجزء الأول. مجمع شارية اسم لتجمع 7 قرى إيزيدية هي سينا، شارية، شيخ خدري، قلي بدر، ريكافا، خرشنيا وقريباني. جمعها النظام السابق في عام 1987 على أراضي قرية شارية تحت حجة بناء المجمعات العصرية الحديثة، حيث بدأت الحكومة العراقية لأول مرة بتدمير 9 قرى إيزيدية في قضاء الشيخان، وجمعهم في مجمع مهت، وحوالي 130 قرية في قضاء سنجار، وجمعهم في 12 مجمعا أطلقت عليها أسماء عربية مثل القحطانية، القادسية والرسالة، ثم ترحيل سكان 9 قرى لهم في قضاء زاخو في منطقتي ديربون وفشخابور، وأسكنهم في قرى قرب محافظة دهوك. ومجمع شارية واحد من المجمعات القصرية التي أنشأها النظام السابق للإيزيدية لتحقيق أهداف سياسية، وأطلق عليه اسم مجمع أبي فراس الحمداني كجزء من عملية التعريب التي استهدفت الإيزيدية في هذه المنطقة. بلدية تقريبا تأسست سنة 2001، ولكن قبل هذه كانت في سنة 1987 تم تدميرها من قبل السلطات الفاجعة البعثية، وتكونت هنا، وتكونت من أصل 7 قرى. قرى كانت في أطراف الجبل، فالنظام السابق جلبها إلى هنا وكونت 2001. ومن هذه 2001 لحد الآن من ضمنها هناك مجلس بلدي، وهذا المجلس البلدي ينظر إلى المشاكل المتعلقة بالمواطن والمصلحة العامة، وما هي الأشياء الجيدة التي يراها مناسبة، ويرى كل شيء ما هو مناسب إلى هنا. ويقع مجمع شارية في منطقة يطلق عليها لحف قائدية، أي منطقة القايدية، نسبة للعشيرة الإيزيدية المعروفة قائدي، ويقع في سهل منبسط وفي أسفل جبل يعرف بجبل بيروزافا الذي يفصله عن مدينة دهوك من الشمال. وحسب المصادر التاريخية تسمى هذه المنطقة وامتدادا إلى محافظة دهوك داسنيا. بالنسبة لمجمع شارية كمجمع، هي مو يعني تاريخها مو قديم، انشأت عام 1987 ضمن عمليات الترحيل والتهجير الذي كان يمارسها النظام السابق. تتكون المجمع من 7 قرى، كانت يعني قبل تأسيسها عام 1987 كمجموعة قرى متفرقة بين جبل زاوة وجبل داكا. موقع جغرافي للمجمع طبعا إلى تأثير جغرافي اقتصادي كبير، لأنها تقع في وسط سهل منبسط خصب، تتساقط الأمطار بمعدل جيد لزراعة مختلف أنواع المحاصيل. طبعا هذا في السنوات الماضية. طبعا في السنوات الأخيرة قلت نسبة الأمطار الساقطة. بالإضافة إلى ذلك فإنها منطقة يمكن القول إنها حدودية، مجمع شارية بين حدود أقليم كردستان مع حدود العراق أو المناطق الجنوبية والوسطى، لأنها تقع في منطقة حدودية بالضبط بين في ناحية فايدة اللي هي إلى الآن تابعة للحكومة المركزية. أما مجمع شارية فإنها تابعة لحكومة أقليم كردستان، يعني إلها تقع على الطريق الرئيسي التجاري بين دهوك والموصل. إدارة يتبع إلى محافظة دهوك.
ويبعد عن محافظة دهوك، يعني السنتر مالته حوالي 12 كيلومتر. ويحدنا من الغرب فايدة وجبل داكا، وتقع خلف جبل دهوك. على الشرق من مجمع شارية هي قرى إخواننا المسلمين، تلقش كان يقولها دوسكا. بالنسبة للغرب تقع على شارع دوميس أو منطقة تسمى دوميس، كان سابقا تسمى معسكر، كان معسكر تدريب للقوات العراقية. ومن الشمال تقع على جبل دهوك ومحافظة دهوك، ومن الجنوب تقع مجمع شارية على جبل داكا، أو بعض الأحيان يسمونه جبل فايدة. لم يتفق المعنيون ومتحدثون عن أصل ومعنى اسم شارية الحقيقي، بل ترجمت الكلمة من الكردية إلى العربية فأعطت عدة معاني، ومنها الهيجان، الغضب، الفوران والانفعال، أي بمعنى واحد. ومن خلال بحثنا وتقلبنا لعدة مصادر لم نستطع الوقوف على مصدر الاسم أو ماذا يعني بالضبط، لذا اكتفينا بهذا التفسير للاسم دون معرفة معاني ودلالات أخرى. عندما تأسس مجمع شارية كان اسم المقترح للمجمع هو اسم عربي واسم أبو فراس الحمداني، حتى بالسجلات الرسمية مجمع شارية مكتوبة باسم الشاعر العربي أبو فراس الحمداني، لكن أهالي الإيزيدية في مجمع شارية لم يقبلوا بهذه التسمية، وإنما فشاعت تسمية مجمع شارية باسم قرية شارية. هي شارية اسم قرية من قرى مجمع شارية اللي انجمعت هاي القرى السبعة في مجمع اسمها مجمع شارية، وكل قرية لها اسم خاص بها، لكن المجمع سمي باسم شارية لأن القرى الأربعة سكنت في هذه المنطقة اللي أغلبيتها الأراضي كانت عائدة لأهالي قرية شارية. بالنسبة لاسم شارية، اسم شارية اسم كردي، اسم من إحدى القرى الموجودة في المنطقة، وقرية شارية، والمجمع مسمى على هذا الاسم نسبة إلى المساحة الكبيرة لأراضي قرية شارية. قرية قلعة بري اسمها جاءت من تسمية القلعة اللي هي موجودة فوق القرية، وتاريخ القرية تعود إنشاء هذه القرية إلى عام 1916 بعد الفرمانات والمجازر التي كانت ضد الأرمن. فهي قرية قلعة بدري طبعا أهاليها جايين من تركيا، من قرية باسا، يعني عندما كانوا في تركيا كان اسم قريتهم باسا، بس بعد المذابح الأرمن جاءوا إلى العراق وتحديدا إلى قرية قلعة بدري، وبنوا قريتهم باسم قرية قلعة بدري بعد عام 1916. قرية قريبانة مثلا هي قرية قديمة موجودة بقرب من ناحية فايدة، هي طبعا أيضا هي تسميتها جاءت من قريبان أي التل الواسع باللغة الكردية، قريباني أو قردة باني. سينيا حقيقة لا أملك معلومات حقيقية عن سينيا والشارية، بس كلها أسماء كردية. معنى الاسم الحرفي حسب اعتقادي، يعني إذا أترجمها حرفيا للعربي شارية يعني يجي تهيج تقريبا حسب اعتقادي الشخصي.
مرت قوافل عديدة للرحالة والمستشرقين في هذه المنطقة، وتحدث العديد منهم عن هذه الأماكن، ومنهم المسعودي وياقوت الحموي وغيرهم، ومن ثم المستشرقين الأجانب الذين كتبوا أبحاثا ودراسات عديدة عن الحياة الاجتماعية والتاريخية والدينية لسكان المنطقة. وفي زمن الحكم العثماني كانت هذه المنطقة عبارة عن ممر أو طريق تجاري وحكومي يمر عبرها وصولا للموصل وبغداد. وكذلك أقام الجيش البريطاني بعد احتلاله للعراق عدة نقاط ومخافر عسكرية في المنطقة، ما زالت بعض آثارها موجودة وشاخصة للوقت الحاضر. تاريخ مجمع شارية تعود إلى تاريخ القرى التي تكونت المجمع. طبعا القرى هي قلعة بدري وسينا والشيخ خدري والشارية بجبل زاوى. بهي الجهة هناك قرية خرشنية وقرية ركافة. طبعا إن أيضا هويريين. هاي القرى لها تاريخ قديم جدا بالمنطقة، وتتحدث المصادر عن هاي المنطقة اللي ترتبط تاريخها بتاريخ منطقة معلثايا أو منطقة مالطا حاليا. طبعا ما كان موجود دهوك أو محافظة دهوك، فترتبط تاريخها بتاريخ مالطا اللي تذكر بالمصادر القديمة باسم معلثايا. بالإضافة لذلك هاي منطقة أو قرى مجمع شارية هي جزء مهم من منطقة داسنية أو جبال داسنية التي تذكر في المصادر التاريخية بكثرة. لا توجد يعني بالاسم أسماء خرشنية أو شارية في المصادر، وإنما تذكر ضمن منطقة جبال داسنية. وهناك مصادر ومؤرخين والرحالة مروا بهذه المنطقة وذكروا اسم المنطقة التي مروا بها. مثلا زينفون تذكر عندما مر بموصل ومن سميل يذكر هاي المناطق بمناطق بيزيدية، وهي تسمية قريبة إلى الإيزيدية. طبعا هيرودوت يذكر تسمية داسنية أو بتسمية بارتاسي أو بارتاسيا اللي هي قريبة إلى النسبة الداسنية. ياكو مراحل هواية مرت به المنطقة مالتنا كلها، يعني ابتداء من الحربات الإبادة على اليزيدية من وقت العثمانية لحد الآن موجود. احنا نسمي دار كايزي. هنا هاي المنطقة صارت هاي الحملات مال الإبادة، وبعدين بمرور الحكومات المتتابعة الحكومات العراقية منها صارت يعني حملات تهجير، حرق قرى، يعني ابتداء ويا الشعلة الأولى للثورة الكردية، ثورة المرحوم الله مصطفى البارزاني من ثورة أيلول. احنا أول ناس يعني اللي يعني منطقتنا همنا يعتبر من الأوائل، مثل حالنا حال بقية الشعب الكردي. كنا مشتركين بالثورة من أبهاتنا وأجدادنا، فاحنا أخذنا نصيبنا من الحملات اللي شنت علينا، يعني ابتداء من سنة ال60. من سنة ال60 بال63 اجى الجيش علينا، الجيش السوري ويا الجيش العراقي، وبعدين كانوا يجون العشائر من يعني ورا ما يروح هاي الجيش العالم اعتيادي ينهزمون يروحون للكهوف يتخبون بمناطق او يرحلون على غير منطقة، مثلا منطقة باعدرة، منطقة شيخان، يروحون هناك. هي قبل ما كان اكو مجمع شارية، هي منطقة تسكن بها على جانبي الجبلين قرى إيزيدية، تبدأ من قرية كلي بدري وشارية وشيخ خضري وسيناء، ومن ثم على الجانب الآخر قرية ركافة وخرشنية وقريباني. هاي القرى تعرضت 4 مرات إلى التهجير والتدمير من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة على حكم العراق. أولها كانت 1963 تعرضت إلى التدمير والحرق من قبل القوات العراقية والقوات السورية اللي قدمت لمساندة القوات العراقية آنذاك. والمرة الثانية اللي تعرضت هذه القرى إلى التهجير وترحيل أهلها سنة 1966. والمرة الثالثة اللي تعرضت لها هي عام 74.
وآخر مرة سنة 1987 حيث تجمعت هذه القرى في مجمع شارية، وهي من المجمعات القصرية، والهدف من إنشاء هكذا مجمعات وتدمير القرى الكردية والإيزيدية بشكل عام هي لقطع التمويل المادي والمعنوي، لأن الحركة الكردية التي ارتبطت هذه القرى بالثورة الكردية منذ بدأها سنة 1961 وحتى هذه اللحظة. أهالي المنطقة أو أهالي مجمع وقرى مجمع شارية كان لهم دور تاريخي في حركات الكردية في تاريخ الكردي. طبعا هناك آثار قديمة بالمنطقة تدل على يعني قدامة هذه المنطقة. أما بعد عام 1978 يعني تكونت مجمع. طبعا كان النظام السابق كان له هدف سياسي في تأسيس المجمعة، فقامت بتدمير مجموعة من القرى اللي هي 7 قرى ورحلوا سكانها، ثم أسس هذه المجمع في هذه المنطقة، طبعا بهدف سياسي لكي يقطع الإمدادات عن الثورة الكردية أو قوات البيشمركة. بال75 من وراء اتفاقية آذار، وراء بيان 11 آذار صارت شو اسمها همنا الجوي علينا، باعتبار صارت معركة بين فهم هجرنا لمنطقة دنان. المنطقة مالتنا كله هجرت، واللي التحق بالجبل التحق بالجبل. وأخير مرة بال87 بشهر الرابع بعيد صار صالي، احنا كنا على اساس نعيد وعيد مالنا، جو الجرارات والتركترات مال الحكومة وسووا القاع كانت خضرة هنا. هاي المنطقة اللي احنا هسه يعني منطقة المجمع كله كان خضار، يعني القيعان مزروعة مال العالم. جوي كل واحد 200 متر مخصصوا له ورحلونا لهنا، والقرى مالتنا خربوها بالشفلات وبالجرارات العسكرية خربوها. تأسست أول مدرسة في المنطقة في الخمسينات من القرن الماضي في قرية سيناء، وكان يقصدها أبناء القرى المجاورة. وبعد إنشاء المجمع وهدم القرى تم تأسيس مدارس أخرى. أما اليوم فللمجمع مدارس عديدة ويقصدها آلاف الطلبة ومن كلا الجنسين، وكذلك للمجمع عدة شهادات عليا وفي مختلف الاختصاصات العلمية، ويرفدون دوائر ومؤسسات محافظة دهوك والمنطقة بالكفاءات والخريجين. ولو أجرينا مسحا بسيطا يتبين لنا بأنه لم يعد أمي في مجمع شارية بعد فتح المدارس المسائية، وهذا يحسب لأهالي مجمع شارية في التسلح بسلاح العلم والثقافة. وعلى مستوى الإيزيدية يأتون بعد بعشيقة وبحزاني من حيث إرسال بناتهم للمدارس وحصولهن على شهادات علمية وجامعية عديدة. تتميز هذه المنطقة بوجود عدد كبير من الطلبة والتدريسين، وهذا ما أضاف لها أو أعطاها دور متميز في تطوير الواقع التربوي والتعليمي في المنطقة بصورة عامة، ومساهمة هؤلاء التدريسين أيضا في تطوير واقع التربية والتعليم في عموم محافظة دهوك وبادينان أيضا. قبل 1991 كانت المدارس قليلة وكان أعداد الطلبة كثيرون، وبسبب قلة عدد المدارس واضطر الكثير من الشباب إلى ترك الدراسة للأسف.
لكن رغم الظروف التي شهدتها المنطقة، ظروف الحصار المزدوج على المنطقة، تميزت شارية بالإصرار والتواصل وجهود هؤلاء التدريسيين الذين أفنوا سنوات من عمرهم يدرسون ويمارسون التعليم إلى درجة في كثير من الأحيان شهور لم يستلموا الرواتب، بحاجة إلى الإشادة والثناء عليهم وتذكيرهم بما فعلوه من جهد لكي تستمر العملية التربوية. الآن التربية والتعليم في شارية خصوصا في ظل التطورات الكثيرة وزيادة عدد المدارس، أستطيع القول أنها في الصدارة في عموم مناطق بادنان، ثم بخصوص عموم مناطق الإيزيدية أيضا. هناك مئات التدريسين لدينا، هناك آلاف الطلبة بشكل غير متوقع، هنا الإقبال موجود على التربية والتعليم، إضافة إلى نسبة التعليم الجامعي من شارية في جامعات إقليم كردستان بشكل عام وجامعة دهوك بشكل عام. نسبة التعليم من شارية ترتفع سنة بعد أخرى. عدد المدارس اكو عندنا المدارس يعني قليلة بالنسبة لنا حاليا. عندنا خمس بنايات، مدرسة داسن ومدرسة شارية القديمة ومدرسة إعدادية، احنا نسميها إعدادية شارية المختلطة، ومدرسة زيلان ومدرسة مسقين. ومن الجانب الثقافي والفني يعد مجمع شارية من المراكز الثقافية والفنية مهمة على مستوى محافظة دهوك وعلى مستوى مناطق الإيزيدية، حيث للمجمع العديد من الكتاب والباحثين والمثقفين والشعراء الذين يكتبون في مختلف صنوف الكتابة والأدب، وبرز منهم العديد من الكتاب الذين تركوا بصماتهم على الساحة الثقافية في المنطقة وخلفوا نتاجات علمية يشاد لها بالبنان اليوم، بالإضافة إلى وجود عدة مراكز ثقافية وفنية، ومنها مركز لالش الثقافي والاجتماعي، ومركز الشباب للثقافة، وفرقة شارية الفنية، ومركز الفروك خانة. إصرار التعليميين والتدريسيين من شارية للمواظبة والعمل وإدارة المدارس والتدريس بدون توقف، رغم أن الكثير من الناس تركوا تدريس في سنوات التسعينات، فعلا كان له دافع إنه يساهم في تطوير الحركة الثقافية، في تطوير الحركة التعليمية والتربوية. ولذلك لو ننظر بشكل مقتضب إلى واقع الحركة الثقافية في المنطقة، سنجد أن بوادر الحركة الثقافية في شارية كانت موجودة. المدارس كان لديها فعاليات ثقافية، مسارح، مهرجانات شعر، مهرجانات غناء، مهرجانات فلكلور، ولذلك أسهم هؤلاء أيضا في تطوير الحركة الثقافية في شارية، بحيث شارية أصبحت اللبنة الأساس في رفض الحركة الثقافية في عموم منطقة بادنان. وتجد أنه الفتاة في شارية تصعد على المسرح وتمارس وتلعب دور يصعب هذا الأمر في كثير من مدن المنطقة. هناك ممارسة الغناء، هناك إقامة العروض المهرجانات والمسرحيات والمهرجانات الثقافية والفعاليات الفنية المختلفة وإنشاء الفرق الفنية. قبل 91 لا يمكن أن نشير أنه كان هناك حركة ثقافية حقيقة، بسبب السياسات التي كانت تمارس من قبل النظام السابق في إبقاء المنطقة بعيدة عن الواقع أي حركة أي تطور، وفي حصاره على جميع مجالات الحياة كان هناك حصار على الحركة الثقافية. بعد 91 ظهرت اللبنات الأولى للحركة الثقافية في شارية، باعتبارها مركز تعليمي مهم، باعتبارها تجمع 7 قرى مختلفة النفوس السكاني، ساعد على أن تشهد المدارس أولى الحركات الثقافية. ثم تحول بشكل رسمي مؤخرا إلى فرق فنية، إلى مساهمات ونشاطات مختلفة توزعت على عدة مستويات. في مجال الغناء هناك الكثير من الشباب، في مجال الموسيقى، في مجال الفن، في مجال المسرح، وصولا إلى مجالات أخرى. يعني لا يمكن أن ننسى دور هؤلاء التدريسين وهؤلاء الشباب دون الإشارة إلى اسم محدد، أنهم فعلا بنوا يعني أساس لحركة ثقافية
ساهمت في رفض المهرجانات التي أقيمت في مهرجان لالش أو المهرجانات التي أقيمت من قبل حكومة إقليم كردستان ووزارة الثقافة والشباب ووزارة الثقافة والفنون في عدة مناطق وعدة سنوات مختلفة. توصل الأمر أنه الفرق الفنية في هذه المنطقة تشارك مشاركات خارجية، كان آخرها في مهرجان مديات للسلام الدولي في تركيا، ومشاركات خارج الأقليم ومشاركات خارج دهوك أيضا. وفي ختام هذا الجزء من برنامج نافذة إيزيدية عن مجمع شارية، تبقون أعزائي مشاهدي قناة عشتار الفضائية مع فقرة فنية وعزف على العود للفنان الإيزيدي جلال سلو البحزيني.